وصفة اليوم إن شاء الله بتكون بتر تشيكن أو دجاج بالزبدة اللي تحبوا تسموه بالطريقة الهندية الأصلية بطريقة المطاعم. ضروري تشاهدوا الفيديو للنهاية في حال أنكم حابين تجربوا الوصفة أو تستلذوا بوصفة حلوة ونظيفة. تابعوا الفيديو للنهاية، وقبل ما تتابعوا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والمشاركة. وخلونا نبدأ. نحتاج أول حاجة أي وعاء فاضي، وبنزل فيه صدور دجاج. طبعا صدور دجاج مقطعة بالتقطيع اللي يعجبكم، ممكن تقطعوا شرايح أو مربعات مثل ما أنا قطعته بالشكل هذا. وأضيف عليه رشة ملح، قليل فلفل أسود، رشة كزبرة مطحونة، عصرة ليمونة، فلفل كشميري، بابريكا حلوة ناعمة. طبعا البابريكا تعطي لنا لون فقط علشان إنه ما بنستخدم الصلصة، معجون الزنجبيل، ومعجون الثوم. طبعا الوصفة هذه بالطريقة الأصلية. ملعقة زبادي. نخلط المكونات هذه كلها مع بعض ونغلفها ونخليها بالثلاجة أقل شيء لمدة ساعة. الوصفة هذه يا جماعة بالطريقة الأصلية. ضروري إنكم يعني إذا تسوون الدجاج بالزبدة أو البتر تشيكن تعتمدوها عندكم. طاوة على النار، طبعا النار تكون متوسطة ما تكون عالية. نخلي الطاوة تسخن قليل، وبعد ما سخنت بنزل عليها شوية زيت بالشكل هذا. وهذا الدجاج بعد ساعة بالضبط انزل الدجاج في الطاوة او في المقلاة، واحاول افرد الدجاج بالشكل هذا بحيث ان الدجاج كامل يكون في اسفل الطاوة علشان ياخذ معانا اللذعة اللي احنا نحتاجها، ما يكون متراكب فوق بعض. في المرحلة هذه نحاول نرفع النار شوية، وبعد ما اخذ معانا لذعة على الوجه الاول نحاول نقلب على الوجه الثاني. هذا اللي انا اشتيه. والان برفع الدجاج على جنب. طبعا الخطوة هذه ما اخذت معي تقريبا 5 دقائق بالكثير. في نفس الوعاء اللي تبلت فيه الدجاج ارجع فيه، وفي نفس الطاوة بدون ما نغسلها بنزل قطعة زبدة على نار هادئة. طبعا اخلي الزبدة حتى تسيح، واضيف عليها بصل مفروم ناعم، فلفل حار حسب الرغبة، وقليل كاجو اختياري، بس الكاجو يعطي لنا للصوص قوام على كيفكم حلو. وعندي هنا بهارات صحيحة عبارة عن ورق غار ونجمة اليانسون وهيل وعود قرفة. البهارات بعدين نحاول انه نتخلص منها. واضيف له الطماط. طبعا الطماط يكون مقطع قطعة كبيرة قطعة صغيرة على كيفكم، ما يكون مقشر، وعلى حسب الكمية اللي تشتوا تسووها. اذا تشتوا كمية الصوص تكون كثيرة تزودوا الطماط فقط. وقليل خل التفاح، معجون الثوم، معجون الزنجبيل، وعندي هنا مسالة. طبعا هذه بهارة الجرام مسالة انا ناقعها بزيت الزيتون علشان اقدر احتفظ فيها لأطول فترة ممكنة. البهارات هذه تحصلوها في فيديو البرياني. ونضيف له قليل عسل، اذا ما فيش معانا عسل ممكن ملعقة سكر. ضروري. ملح حسب الرغبة، فلفل كشميري، وكذا نكتفي. نقلبه بس قليل. والآن نضيف له الماء، كوبين ماء عادي. في المرحلة هذه نذوق الملح، نشوف إذا يحتاج ملح ولا لا. بغطي عليه واخليه يتسبك على نار هادئة أقل شيء لمدة ربع ساعة. ملاحظة الذي مثلا ماشي يسوي المسالة في البيت أو الجرام مسالة في البيت أو الخلطة المسالة تحصلها متواجدة في أغلب السوبر ماركتات الكبيرة. بعد ربع ساعة أو 20 دقيقة بالضبط بفتح عليه، وبعد ما تخلصت من البهارات بضربهم بالخلاط أو بالبلندر.
تنويه، إذا بتحطوه بالعصارة لازم تخلوه يبرد معاكم شوية لأنه بيتعبكم في الخلط، بالذات إذا أنتم أول مرة تسووه بالطريقة هذه. وإذا بتعصروه وهو حامي تخلوا فتحة الخلاط مفتوحة علشان البخار ما يضغط عليكم والغطاء يفتح في وجهكم. وبعد ما عصرته وتأكدت إنه ناعم جدا، الآن بصفيه بالشكل هذا علشان نتأكد إنه يطلع معانا ناعم. لازم نصفيه ونتخلص من الشوائب هذه. والآن برجع الدجاج، نقول بسم الله. بعد ما رجعت الدجاج لصيت النار. ليش نتخلص من الشوائب ما نضيف الدجاج مباشرة عليه؟ لأنه لو خلينا فيها الشوائب يكون طعم الكاجو فيه مزعج وبرضه ما يعطي لنا اللون الفاتح الذي يشهي. أضيف له قطع زبدة بالشكل هذا. الوصفة هذه المكون الأساسي فيها اللي هو الدجاج والزبدة، وأضيف لها قليل كريمة طبخ، تحريكة بسيطة، أغطي عليه 10 دقائق على نار هادئة جدا حتى الصوص يتسبك معانا شوية والدجاج يخلص استواء. وبعد 10 دقائق بالضبط بفتح عليه، شوفوا قولوا ما شاء الله تبارك الله. أضيف له كريمة طبخ بالشكل هذا. طبعا آخر شيء نضيف الكريمة في صحن التقديم أو في الطاولة اللي بنقدم فيها. نطفي النار، ورشة كزبرة خضراء أو كبزرة خضراء علشان ما تزعلوا. قدموها بالشكل هذا وجربوها وعليكم بالعافية. في حال إن عجبتكم لا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة. إذا كنتم على الفيسبوك إعجاب ومتابعة للصفحة. وألقاكم في وصفة جديدة وفي أمان الله.